يا ترى كم مرة حاولت تفهم التوصيلات الكهربية عندك في البيت ومعرفتش، أو خايف حتى تجرب عشان ما تتلسعش؟ طب ايه رأيك نتخيلها مع بعض؟ تعال معايا. الهاتش مارك هي خطوة من خطوات عمل الرسومات التنفيذية، بالأخص لنظام الإنارة. معناها إني بوضح الأسلاك داخل المسارات بتاعتي عشان تسهل التنفيذ في الموقع، وعشان حسابات معامل الامتلاء اللي هي الفيلنج ريشيو. فتعالوا نشوف الطرق المختلفة للتحكم في الإنارة. أول طريقة وهي المفاتيح بأنواعها، وأول نوع معانا هو الوان واي وان جانج سويتش، يعني مفتاح سكة واحدة بلقمة واحدة. احنا عارفين ان النظام بيتكون عندنا من الكنترول يونت والديفايسز والاوتلت. احنا بقى عاوزين نشوف ايه اللي ماشي في الاوتلت بتاعنا. مبدئيا كده اللاين او طرف الكهرباء بيتوصل على المفتاح وملوش دعوة بالمصابيح، انما اللي له دعوة بيهم بقى هو النيوترال او الطرف البارد. طيب ازاي المفتاح هيشغل ويفصل اللمبة؟ عن طريق سلك بنسميه الريتيرن او الراجع. فلما نجرب نضغط على المفتاح بتاعنا على طول تشتغل اللمبة، ودي كده اول طريقة. طيب الطريقة التانية هي ايه؟ هي الوان واي برضو، بس تو جانج، يعني مفتاح سكة واحدة بلقمتين. عندنا نفس مكونات النظام، لكن هيختلف نوع المفتاح. بس اللاين على وضعه ثابت ما بيتغيرش، وكذلك النيوترال. قال له ما انتش احسن مني، انا كمان ثابت. هنيجي بقى للراجع بتاعنا. هيقول لك انت عاوز اتحكم في اي كشاف؟ هتقول له اللقمه الاولى تتحكم في ايه، واللقمه الثانيه في بي. هيقول لك تمام ويتوصل كده. طب الوقت احنا عندنا لقمتين، هل نيجي بسلكين كهرباء من اللوحه؟ لا، انت هتعمل بريدج او كوبري زي كده بالظبط. وبكده لما تشغل المفتاح ايه اللمبه ايه تشتغل، وكذلك مع المفتاح بي. بس احنا الوقت هنقفل عشان تخفيف الاحمال. ما تنسوش تشتركوا في القناه قبل النور ما يقطع، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.